ليش ممكن طيار حرب عراقي يهرب لإسرائيل؟ وكيف هذه العملية ضربت وتر حساس بالعراق وحتى العالم في وقت كان العالم على أعتاب حرب عالمية ثالثة، لدرجة إنه نهايته كانت بطريقة بشعة حتى وهو في آخر نقطة بالعالم. الطيار العراقي الآشوري منير روفا نجح ولأول مرة بأنه يهرب من العراق ويسلم الموساد الإسرائيلي كنز يعتبر واحد من أعظم الإنجازات السوفيتية يلي كانت أمريكا والغرب كله بيحلموا يحصلوا عليه. عملية الماس زي ما سماها الموساد ما كانت فكرتها بالهروب. الكنز كان هو عبارة عن طائرة ميج 21 يلي وقتها كانت أحدث طائرة حربية بالعالم، وكانت بس عند السوفييت وحلفائها المقربين. وللعلم هذا مش أول عملية حاول فيها الموساد، حاول 3 مرات في 3 بلدان مختلفة، مرة في مصر ومرة في سوريا ومرتين في العراق، بس بالنهاية نجحوا بإقناع منير روفا. وبتاريخ 16/8 من عام 1966 أقلع منير بالطائرة بحجة تدريب ميداني، وبدل ما يرجع اتجه على مطار في فلسطين وهبط بسلام. هذه الحركة أعطت الغرب فرصة ولأول مرة بالتاريخ بأن يفككوا الطائرة ويعرفوا أسرارها. بعد ما سلم الطائرة لأمريكا، منير أعطوه جائزة ضخمة بقيمة $1,000,000 أمريكي والجنسية الأمريكية، وعاش هناك هو وعائلته مع ضمانات. بس في سنة 1998 حصلوه ميت مكتئب وندمان على هروبه من وطنه.